كلنا شفنا الموقف اللي اتعرض ليه الفنان محمد فؤاد واللي حصل معاه في المستشفى بسبب طبعا ان هو كان رايح باخوه اللي عنده جلطه وتعبان، ربنا يشفيه ويعافيه وكل حاجه. واحنا عارفين لما بيبقى عندنا حد مريض بنبقى اعصابنا مشدوده وبنبقى زعلانين على اللي مننا وبنبقى خايفين ومرعوبين وعايزين نسعفه في اسرع وقت. كل ده احنا عارفينه على عيننا وعلى راسنا. انما لما توصلها لأمور ان انت المفروض تتعامل بطريقة تانية خالص غير بقية البشر، وان انت حد كده كأنك نبي نازل من السماء ومميز عن كل الناس، لان حضرتك طبعا فنان ومشهور وكده، فلازم يتعمل لك 100 باردون، ولازم يتقال لك يا باشا، ويترحب بيك ويتفرش لك الارض ورد ويتعمل لك احلى واجب. طيب، هنا الدكتور والطبيب اتعامل مع حضرتك بطريقة زي ما هو متعود بيتعامل بيها مع الناس كلها. هي مستشفى تخصصي بتدفع لها طبعا ألوفات وكل حاجة. انما ده سيستم بقى موجود، الدكاترة كلها بقت بتتعامل بيه دلوقتي، اللي هو يعني ايه قله الاهتمام من كتر ما بيشوفوا ناس بتموت وناس رايحه خلصانه، وبيتعرضوا بصراحه لمواقف، وبيشوفوا ناس يعني بتفرق الحياه قدام عينيهم وبين ايديهم ومش قادرين يعملوا لهم حاجه. فالدكتور ده بيبقى شاف كتير قوي، فبمعنى اصح كده بيبقى اتعود وبيبقى القلب جامد شويه، مش هنقول مات. فانا بس اللي ضايقني من محمد فؤاد ان هو حس او حسسنا ان هو حد وشخص تاني خالص خالص، غير بقيه البشر. وان ازاي الدكتور يكلمه كده، انت مش عارف انت بتتكلم مين؟ ده ازاي يكلمني كده؟ ده انا محمد فؤاد. اهلا وسهلا يا محمد فؤاد. دي كانت وقت ما كنت محمد فؤاد. ما تعرفش ان الجمهور مع كبر السن ومع الوقت بينسى بينسى الفنان، وبينسى الفنان هو بيركب على ظهر الفنانين القدام، الفنانين الجداد اللي طالعين. يعني مثلا حضرتك لو كان رايح له بقى فنان من اللي لسه طالعين جديد وهم اللي اخدين الترند دلوقتي، كان هيتعمل معاه الواجب الصح وهيتعمل له البارتون الصح. انما حضرتك خلاص بقى، خلاص بقى معاشه من زمان قوي، فهتتعامل زي معاملة عامة الشعب. غير بقى ان بنت اخته او بنت اخوه اللي نزلت وعملت برضو فيديو في المستشفى ودخلت تهلل وتشتم في الناس، وتشتم في الناس اللي شغالة في المستشفى، وتقول لهم ازاي شخصية عامة تتعامل كده، انا ماليش دعوة بعامة الشعب. حابة اقولك ان عامة الشعب دول ممكن يكونوا عند ربنا احسن منك ومن خالك ولا من عمك اللي انت بتتكلمي عليه اللي هو محمد فؤاد. حابه اقولك انه حتى لو ده حقيقي ما ينفعش تطلعي تسخري من كل البشر والناس بالطريقه وبكل الاسفاف ده. وما ينفعش ابدا حضرتك عماله تقولي انا شخصيه عامه، انتوا ازاي وحضرتك اصلا مش عامله بكده. الشخصيات العامه دول بيكونوا شخصيات محترمين لبقين في الكلام. حضرتك حاولتي تمثلي انك بنت ناس وانك لبقه، لكن انا شفت الحوار بتاعك وشفت الفيديو بتاعك، لا في ذوق ولا في تقدير ولا في احترام للمكان اللي حضرتك فيه، ان هي مستشفى وفيها مرضى وفيها دكاتره محترمين مهما يكون. ان هي لازم ان احنا نتعامل مع الموقف بطريقه اشيك والطف من كده. اقل واحد او اقل حد من عامه الشعب اللي حضرتك بتسخري منهم ممكن يكون، مش ممكن، هو اكيد بيكونوا افضل واحسن منك بكتير جدا جدا جدا. حابه اقول انه ده وضع المستشفيات، وخصوصا اذا كان الوضع ده في المستشفيات الخاص، ما بالكم بقى بالمستشفيات الحكوميه وما يحدث في المستشفيات